بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من أرسله الله رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. جزاكم الله كل خير على اجتماعكم المبارك هذا. وأشكر الله جل جلاله أن شرفني بلقاء هذه الوجوه المباركة وبالجلوس أمامكم. وأشكر أيضاً سادتي القائمين على هذا المحفل وهؤلاء الوجوه المباركة عن يميني وعن يساري الذين آثروني بالحديث أمامهم. أيها الإخوة المؤمنون، يا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رأس مالنا وعزنا وفخرنا هو محبتنا لله ولرسوله ولأولياء الله رضوان الله تعالى عليهم. وهذه المجالس حقيقتها وروحها هو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن هذه الموبايلات تبث الآن حول العالم، وهناك من يتابعها في بنغلاديش أو خارج بنغلاديش، وترسل الإشارات والفيديو إلى كافة الأصقاع والبلدان، كذلك هناك ملائكة أبرار أطهار يبلغون سيدنا محمدًا عنكم الصلاة والسلام. وجدت أكثر اسم في بنغلاديش هو اسم محمد،
محبة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما زرت الجزائر في بلاد العرب وبلاد المغرب رأيت الوالد الأب ينادي ولده طفله بلفظ سيدي لأن اسمه محمد، يقول لولده سيدي محمد، سي محمد، سيدي محمد. الأب ينادي ولده بوصف السيادة تعظيما لاسم سيدنا محمد. ولما زرت الباكستان وجدتهم كلما ذكر سيدنا محمد قبلوا أصابع الإبهام ومسحوا بها عيونهم. يا أحبابنا، ذراتنا تعشق سيدنا محمد. نعشقه بالفطرة منذ نعومة أظفارنا. نحن هواؤنا الذي نستنشقه هو حب سيدنا محمد. ومن محبتنا لسيدنا محمد نعظم كل شيء له صلة بسيدنا محمد. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رضوان الله تعالى عليه كان يقول: من قال إن تربة المدينة المنورة رديئة غير جيدة تضرب عنقه بالسيف. تربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال عنها رديئة؟ يا أحبابنا، رأيت بعض إخواننا من مسلمي الهند وبنغلاديش وباكستان من عشاق المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما ينتهون من زيارة المدينة المنورة والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، حينما يودعون يبكون كأن أمامهم جنازة أو ميت.
نحبه صلى الله عليه وسلم وهو الذي بدأنا بالمحبة. زار البقيع يوما ثم خرج من البقيع والدمعة في عينه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وددت، تمنيت، رجوت لو رأيت إخوانا لي. وددت لو رأيت إخوانا لي. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، إنما إخواني قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. كما قلت آنفا، محبة رسول الله وتعظيمه تمشي في دمائنا. كان عندنا في بيروت في لبنان عالم جليل وفقيه مبارك وقاض نبيه، هو مولانا وسيدنا الولي المبارك العاشق، هو سيدنا الشيخ يوسف النبهاني رضي الله تعالى عنه. كان قاض في بيروت، كان هو يعمل قاضي في زمن الاحتلال الفرنسي للبنان. رفعت إليه قضية أن رجلا مسلما قتل رجلا نصرانيا مسيحيا. سأله القاضي مولانا الشيخ يوسف النبهاني: لما قتلته؟ قال سيدي القاضي: قتلته لأنه شتم وسب حبيبي محمد رسول الله. شتم رسول الله أمامي
لم أتمالك نفسي فقتلته. قال له: بأي يد قتلته، باليمين أم باليسار؟ قال: قتلته بيد اليمين هذه. متأكد أنت؟ قال: نعم. فأكب الشيخ يوسف النبهاني وهجم على يده يقبلها في المحكمة أمام الناس. الانتداب الفرنسي عزل الشيخ يوسف النبهاني عن القضاء. وأمروا بنفيه خارج لبنان. فاختار أن ينفى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ساعة من الآن شرفني الله عز وجل بلقاء العالم الولي المحدث سيد الشيخ عماد الدين فولتلي حفظه الله تعالى وبارك في عمره. فاستجزته بكتاب دلائل الخيرات فأجازني جزاه الله كل خير وبارك في عمره وفي علمه. وهذا كتاب يوجد في بيت كل عاشق لسيدنا محمد. كتبه الإمام الجزولي وهو من علماء وأولياء الله في المغرب. وسبب تأليف هذا الكتاب أن الإمام الجزولي كان في الصحراء فمر على بئر يريد أن يتوضأ من مائه، لكنه لم يجد لا حبلا ولا دلوا، لا يوجد أي وسيلة لإخراج الماء من البئر، لا حبل ولا دلو ولا وعاء.
فوقف متحيرا، فمرت به امرأة ترعى الغنم، قال أريد الماء من هذا البئر حتى أتوضأ وأصلي. فوقفت المرأة على البئر وتفلت في البئر، تفلت، بسم الله والله أكبر، تفلت. فصار الماء يغلي ويفور ويرتفع 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 حتى وصل إلى فم البئر. فصار الإمام الجزري يأخذ من هذا الماء ويتوضأ. قال أسألك بالله كيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ قالت كل هذا الإكرام ببركة الصلاة على سيدنا محمد. فنذر الإمام الجزولي لله تعالى أن يؤلف كتابا في الصلاة على سيدنا محمد. فكتب كتابه النافع الماتع دلائل الخيرات. البردة الشريفة للإمام البوصيري رضي الله تعالى عنه، والتي في كل بيت من أبياتها نقول: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أصيب بمرض الشلل أو الفالج، فطلب الشفاء من الله جل جلاله ببركة مدح سيدنا محمد. فنظم القصيدة المشهورة قصيدة البردة. والتي ذاع صيتها وانتشر فضلها في كل الأرض.
ولما انتهى من نظمها رأى حبيبكم سيدنا محمدا قال: ما بك يا بوصيري؟ قال: أصابني الشلل والفالج يا رسول الله. وتشفع إلى مقام الحبيب الأعظم بقصيدة البردة. فسر بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا بوصيري امدد رجليك. فمسح عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. وألبسه صلى الله عليه وسلم عباءته وبردته الشريفة. فاستيقظ الإمام البوصيري وهو يمشي وقد شفاه الله جل جلاله. يا أحباب المصطفى، اعرفوا قدر سيدنا محمد. انشروا اسم سيدنا محمد. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد. من وسع الله عليه بالمال والصحة فعليه بزيارة سيدنا محمد. خذوا بجوارحكم وظواهركم وبواطنكم لاتباع سنة سيدنا محمد. اقرأوا سيرته العطرة. فنحن عما قريب سوف نسأل عن سيدنا محمد في قبورنا. حينما يأتينا الملكان فيقول لكل واحد منا: من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
وعما قريب نرد على حوضه الشريف، على حوض الكوثر. فتقول له أنت يا سيدي يا رسول الله أنا فلان، اسقني من حوضك الشريف المبارك. فيقول لك حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم أعرفك، اسمك محفوظ في قلبي، لأن الملائكة كانت تبلغني أنك تكثر الصلاة والسلام علي. لأن هناك ملكا أوكله الله بالحضرة النبوية والروضة الشريفة يقول لسيدنا محمد يا رسول الله إن فلان ابن فلانة الآن في بنغلاديش يصلي ويسلم عليك. قال فيرد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فمن أحب أن يذكر عند سيدنا محمد هناك فليصلي عليه هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. فجزاكم الله كل خير على حسن استماعكم. وتعالوا بنا لنعيش تحت قول الله جل جلاله